قبل ما اوصل البيت كان عندي 3 سيناريوهات لموت عزيزة. الأول تكون انتحرت، التاني اتقتلت، التالت تكون بتفتح الشباك بسبب الأدوية اللي بتاخدها لأنها بتتعالج من سرطان الدم، تاخت فوقعت. كلام رضا الشاهد الأول في القضية بيأكد إنها انتحرت بمجرد ما حست إن في ناس جايين لها يحاسبوها على قصة من قصص خطفها للأطفال. حكاية رضا بتقول إنهم مجرد ما وصلوا إسلام قال لها خلاص أنا مش عايز أعرف منك حاجة، اللي بعتيني ليهم هم اللي جايين لك. الكلام ده فكرني بكلام اللواء عمر جعفر هنا في الاستوديو لما سألته ليه هي مصرة قوي كده تخفي قصة أهل إسلام بمنتهى التعنت. ساعتها قال لي هي أكيد خايفة أهله أو اللي خطفته منهم أو قصة خطفه يكون مقترن بجريمة تانية أكبر ومش عايزة مواجهة معاهم. طيب هنحط دلوقتي سيناريو الانتحار على جنب، لأن برضو عزيزة مش الشخص السهل اللي حياته رخيصة عليه كده. عزيزة مش الشخصية اللي سهل تنتحر وتقتل نفسها كده بسهولة. خلينا ماشيين مع إن إسلام ممكن يكون قتلها. لو كان إسلام شالها وحدفها من الشباك العالي ده اللي تحتيه كنبة، أكيد كانت قاومته، صرخت، صوتت، أكيد هيشيلها يرميها من شباك عالي كده. أكيد هيكون في خناقة كبيرة لأنها في بيته من فترة ورايحة جاية معاه بإرادتها وده مثبت. يبقى أكيد كان في خناقة ومقاومة منها وهو بيرميها. طيب هل المفروض ده يحصل في عز الظهر والناس صاحية ورايحة جاية بدون ما حد يحس؟ مش معقول. أكيد في حد سمع أي حاجة. لو دورنا أكيد هنلاقي شهود على أي حاجة. إسلام مقبوض عليه دلوقتي متهم إن هو قتلها. لا إسلام لا. ها؟ إسلام ما قتلهاش عشان هو قال لها كذا مرة عرفيني أهلي فين، واحمد بدأ وجاوب كذا مرة. امال اسلام احنا ما شفناش منه حاجه ولا واحد عايز يقتل اسلام. هو عايز يا اولاد ان غلبان خالص، هي مش راضيه تقول وهي اللي غلبان والله. امال اسلام وعاوز يتعرف على لو واحد عايز يعرف مكان اهله هيقتلها ليه؟ وقبل ما لو هو اللي رميها وهو اللي حدفها يوطي يبوس رجلها ليه؟ بيقول لك امبارح وهي بعتت الناس في اسكندريه طلعوا اهلها هي، فقال لها اهلك اللي انت بعتهم مش اهلي، ده اهلك انت، فهم جايين يشوفوكوا يوم الاثنين وهيجي يقولوا لي اللي هم قالوه لي. قامت واخده بعدها وقامت حاطه بعضها. في حد شافها؟ انا شايفها وهي واقعه بس. ايه؟ وهي واقعه بس. وهي واقعه بس. وكانت عايشه؟ اه. كان فرق ورا وهي واقعه. لا عم اسلام شيء قومني طلعني فوق. هل كنتوا بتسمعوا صوت خناق بينها وبين مفيش اي حاجه. احنا كنا بره وجينا لقينا ناس زحمه في ايه، قالوا ده المباحث. طب عشان ايه؟ قالوا واحده وقعت من فوق، ولا نعرف هي مين ولا اصلها ايه ولا شفناها ولا نعرفها اصلا. سمعت زعيق بينهم في يوم؟ والله العظيم ما سمعت اي حاجه في الست دي. قال امبارح ما اترمى بس هو بقى يعرف عشان وهي مرميه فعلا. والله العظيم. لا ابوس رجلك قولي انا ابن مين بس. ادي اللي احنا سمعناه وشفناه بجد والله العظيم. ولا وطي على رجلك وابوس قولي انا ابن مين بس. انت جارة اسلام. ايوه. قولي لي كان بيحصل مشاكل خناقات بتسمعيهم بيتخانقوا؟ لا خالص ما سمعناش اي حاجه يعني منهم. كل اللي احنا سمعناه خرجنا بس على السويت بره ولقينا الست اللي هي كانت مرميه دي كانت عايشه. بس هو قال لها انت عايزه تموتي تعيشي كافره وتموتي كافره، فقعدت تقول له قومني وكده. بس هو قال لها قولي لي اهلي مين وبتاع، وقعدت الناس تتكلم بقى. قال لها قولي لي اهلي مين، انت عندك تموتي ولا تقوليش الحقيقه وتتكلمي. تفتكري هي نطت؟ يعني ما اعرفش والله.